أهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست أسرار فريلانسنج مع ماندو. النهاردة حابب أتكلم عن موضوع يهم كل واحد بيبتدي يشتغل فريلانسنج، وهو موضوع الفلوس. يا ترى إيه قصة الفلوس في حياة الفريلانسر؟ إيه العمولات اللي بيحتاج يدفعها؟ يا ترى مواقع الفريلانسنج بتاخد مني فلوس؟ أسئلة كتير قوي الناس بتفكر فيها وهي بتبتدي. هحاول النهاردة أغطي أكبر قدر ممكن منها، ولو في اي حاجة شايفين ان لسه ما اتكلمتش فيها يا ريت تشاركونا في الكومنتات بالنقطة دي. قبل ما ابتدي ادخل في الموضوع، حابب اقول يعني اولا انا سعيد جدا بالناس اللي بدت تسمع البودكاست، والناس اللي بدت تعمل له شير، لان الحقيقة انا عامل دوا علشان احاول اوصل لاكبر عدد من الناس. انا هدفي مانيش بعمل تسويق لكورس، او مانيش بعمل دعاية لنفسي. انا كل هدفي الرئيسي من البودكاست هو ان فكرة الفريلانسنج توصل لناس كتير. وعشان اقدر اعمل كده انا الحقيقة محتاج مساعدتكم، محتاج مساعدة كل واحد بيسمع البودكاست وبيلاقي فيه معلومات مفيدة ان هو يعمله شير على السوشيال ميديا، او يبعته دايركتلي لحد ممكن يكون مهتم. وكل ما بيبقى فيه تجاوب، كل ما بيبقى فيه اسئلة، بيبقى فيه تعليقات، بيبقى فيه حتى اختلاف في وجهات النظر، كل ما ده بيشجعني اكتر ان انا اقعد وافكر واعمل حلقات جديدة. اتمنى دايما المتابعة والتفاعل بتاعكم يستمر، ودايما هحاول ان انا افضل مكمل واقدم لكم كل اللي انا اقدر عليه. طيب تعالوا ندخل بقى في موضوعنا، الفلوس. اولا الفلوس في ناس كتير قوي بتحطها عائق بينها وبين ان هي تبتدي فريلانسنج. في ناس اول ما بيسمع عن فريلانسنج بلاقي الكلام: طب انا ما عنديش كارت بنك، طب انا هحتاج افتح حساب شكله ايه، طب انا عملت باي بال ومش راضي يشتغل. وبينسى خالص هو هيشتغل ايه، بينسى خالص هو هيتعلم المجال بتاعه ولا هو عنده خبرة فيه، بينسى حاجات كتير قوي اساسية. عشان كده انا قصدت النهاردة، يمكن دي حلقة قرب الحلقة 20 من البودكاست، ما حبيتش اتكلم عن الفلوس بدري لان في حاجات تانية اهم. محتاج تفهم موقع الفريلانسنج، محتاج تعرف العميل بيدور على ايه، محتاج تعرف ازاي تنمي مهاراتك وازاي تبين نفسك قدام العميل. بعد ما بتغطي الحاجات دي كلها نبتدي بقى نتكلم: طب الفلوس، طب يا ترى. تعالوا نتكلم. احنا دلوقتي بنقول مواقع الفريلانسنج، في ناس مثلا اعتراضها ان مواقع الفريلانسنج دي بتاخد مني نسبة او عمولة، فبالتالي انا عايز اوفر الفلوس دي. الحقيقة لا، مواقع الفريلانسنج بتاخد منك عمولة، وعمولة مواقع الفريلانسنج بتتراوح من 10 ل 20% من ثمن البروجكت على حسب الموقع. لو بتشتغل على موقع فريلانسر دوت كوم بياخد 10%، لو بتشتغل على ابورك بياخد 10%، لو بتشتغل على فايفر بياخد 20%، والمواقع التانية بتتنوع فيها العمولة ما بين الرقمين دول. بس في مقابل كده انت بتاخد مميزات كتيرة قوي. بتاخد ميزة انك بتتعرف على عملاء انت ما كنتش تعرفهم، بتاخد ميزة ان الموقع ممكن يرشح الاكونت بتاعك لعميل بعيد عنك ما يبقاش فيه اي طريقة ان انت تعرفه. فبالتالي عمولة الموقع صحيح هي موجودة، لكن هي فلوس تستحق انها تتصرف. طيب دي اول نقطة، يبقى العمولة الموقع بياخدها. طيب عشان اقدم على مشاريع بحتاج يبقى عندي رصيد من حاجة اسمها بيدز او كونكتس. بيدز دي اللفظ اللي بيسميه فريلانسر، كونكتس لما بنسميها على الابورك. لما بتعمل الاكونت بتاعك على اي موقع فريلانسنج بتعمل اكونت فري. الاكونت الفري دوا ما بيطلبش منك انك تحط كريدت كارد او تدفع، بس بيديك عدد محدد من المشاريع تقدر تقدم عليه. على سبيل المثال هيديني 8 مشاريع، هيديني 10 مشاريع. طب انا قدمت عليهم ولسه ما خدت الشغل وحاليا قاعد فاضي. في ناس بتختار ان هي تقعد مستنية للشهر الجديد لما يعمل ريسات ويبتدي يديك نفس الكونكت تاني، او بيبقى قدامك اختيار ان انت تشتري كونكت او يعني العملة اللي انت بتقدر تقدم بيها على مشاريع. فيا اما بتشتري عدد معين منها 10 20 وهكذا، وهي ما بتبقاش الواحدة غالية، بس بتحتاج انك تشتري عدد منها بحيث تقدم على مشاريع تاني. او كمان ممكن ان انت تبتدي ترفع الممبرشيب بتاعتك، تعمل ابجريد للممبرشيب من فري تعملها بيد ممبرشيب. كل مواقع الفريلانسنج بيديك مميزات لما تعمل ابجريد. على سبيل المثال بيبقى عندك مشاريع اكبر تقدم عليها، بتقدر تحط سكيلز من السكيلز بتاعتك اكتر على الموقع،
بتاخد مقابل لطيف للممبرشيب اللي انت عملتها. في ناس بتبقى فكرتها لا انا مش عايز ادفع فلوس، انا بس عايز اعمل فلوس. الحقيقه انا كنت واحد من الناس دي في البدايه، كنت رافض تماما ان انا اصرف اي حاجه او ان انا ادفع اي حاجه. كنت رافض اساسا احط كريدت كارد بتاعي على الموقع، لان دايما بنخاف ايه احسن ياخدوا مني فلوس، احسن ايه يخلصوا فلوسي. الحقيقه المواقع من مصلحتها ان انت تشتغل، وبالتالي مش هياخد منك ابدا اي فلوس من غير ما يبلغك ومن غير ما انت تبقى عارف. فلما تحط كريدت كارد على موقع الفريلانسنج لازم تبقى مطمن ان ده مكان ما هوش هيسرقك ولا هياخد منك فلوسك. فكرة ان انت تصرف عشان تقدر تشتغل دي حاجة طول ما المبلغ ده ما هوش كبير وانت مش هتتعب انك تصرفه، دي حاجة تستاهل ان انت تعملها. تستاهل ان انت تدفع $5 في الشهر او $10 في الشهر، بحيث انه يديك فرصة اكبر ان انت تقدم على مشاريع اكبر وتبقى موجود قدام عملاء اكتر، ويبقى فرصك احسن ان انت تقدر ان انت تكسب مشاريع اكتر. فبالتالي لو انت معاك الفلوس اشجعك ان انت تاخد الخطوة دي طول ما انت جاد ومركز في الموضوع وقادر ان انت تدي وقت وتقدم على مشاريع اكبر، لان ده طبعا بيحسن كتير فرصك ان انت تكسب مشاريع. طيب برضو ليه علاقة بالفلوس، ان انا بعد ما اشتغلت هنقول ان انت خدت اول مشروع ونفذته تمام، والعميل دفع لك الفلوس، والفلوس بتروح في حسابك على موقع الفريلانسنج. بعد ما خلصت كل حاجة بتقدر تعمل طلب سحب او withdrawal للفلوس بتاعتك. عشان تسحب فلوسك بيبقى في عدد من الطرق على حسب الموقع بتبقى متاحة ليك. لو اتكلمت مثلا على سبيل المثال بموقع ابورك بيخليك تقدر تسحب دايركت للبنك اكاونت بتاعك. لو انت في مصر وعندك حساب بنكي بتقدر تربط الحساب البنكي بابورك وتقدر تسحب الفلوس مباشرة للحساب البنكي بتاعك، ودي ممكن تبقى اسهل واسرع الطرق. في ناس ما بتحبش الطريقة دي قوي، لانه بيقولوا طب بص المعامل التحويل كام، ده هو بيحسب الدولار مقابل الجنيه بسعر مش قوي. حتى لو ده صحيح، انا شايف ان دي حاجة صغيرة في مقابل ان انت تبقى عندك راحة بال، ان انت مش محتار ودايما قلقان هعرف اسحب الفلوس ولا لا، طب الطريقة اللي انا استعملت بيها مش نافعة، وهكذا. طول ما في طريقة مريحة وسهلة وكويسة خليك فيها وركز في شغلك، لان هو ده الاهم. كمان اغلب المواقع بتقدر تدعم السيرفيس بتاعت باي بال، وباي بال موقع مشهور جدا بتقدر تعمل عليه اكاونت بتربط بيه كارت البنك بتاعك وتقدر تسحب عليه. وثالث واحدة وهي كارت البيونير. بيونير ده كارت مخصص للفريلانسرز، بتقدر ان انت تطلعه وتقدر ان انت تضيف بيانات الكارت على حسابك على موقع الفريلانسنج، وكل ما تحب تعمل سحب تقدر ان انت تسحب على كارت البيونير. وبعد كده الكارت ده بيشتغل في اي مكنة ATM، تقدر تسحب بيه كاش من الATM، او تقدر ان انت تشتري بيه كأنه فيزة مشتريات عادية جدا. اي واحدة من وسائل السحب دي تقدر ان انت تعملها حلو وكويسة واشتغل بيها وركز في الشغل. كمان لو حبيت يبقى عندك اكتر من وسيلة ده بيبقى كويس، بحيث ان لو في اي سبب ما واحدة منهم وقفت او تعطلت او اي حاجة يبقى دايما عندك باك اب، يبقى عندك وسيلة تانية. حاولوا انكم يعني تشوف ايه انسب حاجة ليك في الموضوع ده واختارها وامشي فيها، وانسى بقى الموضوع ده وما تركزش فيه كتير، وخلي تركيزك اكتر في شغلك. في نقطة كمان ان مش لازم كل مشروع اشتغله اسحب فلوسه على طول. يعني على سبيل المثال اشتغلت مشروع $20 اروح ساحب ال 18 الباقيين او ال 16 الباقيين بعد ما الموقع يخصم عمولته. وبعدين اشتغلت واحد ب30 اروح ساحب الفلوس بتاعتي. كل مرة بتسحب فيها غالبا بيبقى فيه عمولة صغيرة بتدفع حتى لو كانت $1 أو $2. فبالتالي انا ممكن اجمع الفلوس بتاعتي مرة مثلا اخر كل شهر اسحب بالمرة، عملت مشروعين عملت 3 اسحبهم مرة واحدة بحيث اقلل التأثير بتاع عمولات السحب. ممكن تعملها كل اسبوعين على حسب احتياجك للفلوس. كل ما قدرت ترتب نفسك انك ما تبقاش محتاج الفلوس بشكل فوري وتنظم انت بتسحب كل قد ايه، كل ما ده هيخلي الامور منتظمة بالنسبة لك، وفي نفس الوقت هيقلل عليك فكرة العمولات اللي انت ممكن تدفعها وانت بتسحب الفلوس. وطبعا كل ما مرات السحب بتزيد كل ما العمولات دي هتزيد. طيب كمان مهم قوي ان انا مش كل فلوس اخدها من
شغلي في الفريلانسنج اروح صارفها على طول على حياتي ومحوش حاجه. الحقيقه في نوعين من التحويش او الاستثمار انا شايف ان اي فريلانسر لازم يعملهم. اول واحده فيهم لازم تستثمر في نفسك، يعني تستثمر في انك تتعلم سكيلز جديده، تتعلم سوفت وير جديد. في كورس لقيته مناسب جدا لشغلك وهيضيف لك كتير، ادفع فلوس من اللي انت كسبتها واصرف وخد الكورس دوا. وطبعا احيانا، يعني مش هقول انها دايما، بس كتير بيبقى الكورس اللي هو بفلوس المدفوع منظم اكتر او فيه معلومات اكتر. في طبعا حاجات فري نقدر نتعلم منها، وانا شخصيا بتعلم اونلاين باستمرار من حاجات فري. لكن لو لقيت ان في كورس بفلوس محتاجه، ما تستخسرش ابدا ان انت تصرف على التعليم بتاعك، لان ده هيديك مهارات اعلى، هيرفع مستواك وهيخليك تقدر ترفع سعرك وانت بتشتغل، وتقدر ان انت تكسب فلوس اكتر. كمان لو في سوفت وير معين انت بتحتاجه في شغلك، انت كنت بتستعمل مثلا الحاجة الفري اللي هي مش محتاجة فلوس بس بطيئة او بتاخد وقت اكتر او ما بتطلعش احسن جودة، على حسب مجالك، بعد ما تبتدي تشتغل ويبقى معاك فلوس، خد جزء من الفلوس دي واستثمرها ان انت تشتري بيها سوفت وير، او تشترك في حاجة مثلا اونلاين سوفت وير يقدر يعمل لك اللي انت الشغل اللي بتحتاجه على حسب مجالك بشكل اسرع وبشكل احسن، بحيث ان انت تطور من شغلك وتطور من نفسك وامكانياتك. لانك لو فضلت زي ما انت طول الوقت هتلاقي انه الطلب بتاع العملاء هيقل عليك، لان دايما العميل بيدور على الحاجة الجديدة وعلى احدث ترند وعلى احدث سوفت وير. فمهم قوي ان انت تخلي بالك من نقطة ان انت تستثمر في تعليم نفسك كل حاجة جديدة في مجالك. كمان مهم قوي انك الفلوس اللي بتجيلك تاخد منها جزئين، جزء تشيله على جنب كسيفنج او ادخار، بحيث ان انت في وقت ما مفيش شغل كتير او الدنيا مريحة معاك في الشغل، ما تلاقيش نفسك مزنوق ومش قادر تسدد الاستحقاقات اللي عليك لان انت ما عملتش حساب اليوم ده. وكمان جزء تاني مهم قوي، لازم تستثمر لبكرة، بكرة بقى البعيد، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. وانا الحقيقة شايف الموضوع ده مهم قوي، عشان كده حابب ان انا اخصص له حلقة من البودكاست اتكلم فيها اكتر عن السيفنج والانفستمنت، وازاي ان ده لازم يبقى جزء مهم من حياة اي فريلانسر او حتى اي شخص عادي، حتى لو ما كانش فريلانسر مهم قوي يبقى عنده سيفنج وانفستمنت باستمرار. اعتقد ان انا كده غطيت كل النقط اللي انا كانت في بالي المتعلقة بالفلوس في حياة الفريلانسر. لو في حاجة شايفين ان انا ما اتكلمتش عنها بوضوح كافي، او في حاجة محتاجين ان احنا نركز عليها اكتر، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. ودلوقتي سبوتيفاي بيسمح ان انت تقدر تسيب كومنت على الحلقة بتاعت البودكاست من جوه سبوتيفاي نفسه، او لو سمعت البودكاست على السوشيال ميديا، يا ريت تكتب لي اي سؤال او اي استفسار او اي حاجة انت شايف ان انا ممكن احتاج ان انا اتكلم عنها في مرة تاني بتفصيل اكتر او اوضحها بشكل احسن. اتمنى الحلقة دي تعجبك، ويا ريت ترجع تسمع الحلقات اللي فاتت، لان زي ما اتفقنا الفلوس مش هي اول حاجة في طريق الفريلانسر، في خطوات تانية لازم يعملها قبل كده. اتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى تلاقوا الحلقات دي مفيدة وتشجعكم وتاخدوا اول خطوات ليكم في مجال الفريلانسنج. اشكركم واشوفكم في حلقة جديدة مع اسرار الفريلانسنج مع ماندو.